مساكم الله بالخير. شلونكم؟ شخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله. تعالوا هسه شباب خلي اشوفكم العمل مال الشلال اللي اشتغلناه بالحلقة الفاتت. هذا شكل الشلال اللي شفتوه بالحلقة الفاتت. ان شاء الله راح نبلش نشتغل بمن بالساقية اللي هي توصل للحفرة ذيك اللي حفرناها اللي هو الخزان مال الماي حتى يصير مداور. طبعا لحد الان احنا ما مؤسسين ماي، راح يصير التأسيس مال الماي دفن من خلال هذا المجرى وبعدين يجي يندفن بالسياج، والامور طيبه والشغل راح يصير كله مرتب وشغل اول باول راح اصوره لكم. بقى شنو عندنا بالشلال ان شاء الله شباب؟ بس الصبغ. هذا اللون راح يصير على اللون الصاجي اللي هو هذا اللون الصاجي راح ينصبغ به، وبالنسبه للحواف مال الدوائر هاي راح يصير اخضر حتى ننسق ويا من ننسقه ويا الكاربت اللي هو هذا الكاربت راح ينزل وين يصير هنا. يعني هاي القطعه شوفوا هاي القطعه مال الكاربت راح تنزل وتصير وين؟ تصير هنا وتندق على السياج. يعني راح يصير شكل الشلال عباره عن شنو؟ شيء وطالع من السياج ومن الخضار. فانتم هسه انا ما اريد احرق عليكم العمل اللي راح نشتغله، ان شاء الله راح تشوفون النتيجه بالاخير. شباب بس خلي اغير الماي مال الدجاج. ما اعرف الماي يصب او لا. لا والله يصب شباب، شوفوا يصب. اخ شباب هاي فاختي الظاهر طايحه بالماي وميته، لان هسه عليها دود. هي شوف راسها كله دود خطيه. لا والله شباب عدله، شباب والله بعتها عدله. هم زين لحقنا عليها. مو يومك تموتين، بس هذا الدود شنو؟ تارس وجهها وراسها. شوف الدود شباب على عيونها، طلع الدود خطيه. تعال خلينا ننقذها بسرعه شباب. خطيه والله، حرامات شباب، حرامات تموت. خلينا ننقذها، خلينا ننشفها اول مره والله. وتقدرين تطيرين لو لا؟ يلا تقدرين تطيرين لو لا؟ شو تطيرين؟ الله يساعدك. ايش عجب حسام ما شايفه؟ خلينا ننظفها من الدود شباب، لان عيونها كلها دود خطيه. حرامات. هم زين لحقت عليها شباب، منتهية والله العظيم، تعبانة حيل تعبانة. بس شنو شباب هاي ناقعة، يعني ناقعة وباقية ما تقدر تطير. زين شلون طاحت شباب؟ شلون طاحت بالماي؟ زين حتى اذا تريد تشرب ماي تشرب يعني على راحتها. ايش عجب يعني شلون طاحت؟ بس اريد افتهم شلون طحت بالماي. هم زين لحقنا عليها شباب. وين اخليها شباب؟ خلي اشوف له مكان اخليها بيه على ما تستعيد نظامها. شباب راح ابقيها هنا بالمحمية على ما تستعيد نظامها وتنشف من الماي. ما اعرف شباب والله ما اعرف، خطية كلش يعني متأذية ما اعرف. بس لا تموت. لا اترجاش لا تموتين، اترجاك. لا اترجاك شباب، متأذية من الدود والله. فتحي عينك خو ما بيها دود. لا ما بيها شي. هاي الصفحة الثانية. بس اترجاك لا تموتين. بس عيدي نظامك والله اطيرك، والله ارجعش وين ما كنتي عافية. بس لا تموتين. شنو عطشانة لو جوعانة هسه شلون؟ زين هي كانت بالماي شنو عطشانة والله. شباب تعالوا خلي شربها ماي والله. شربي ماي والله. شربي ماي. انا خايف بس من البلبول، خايف يقتلها. وين اوديك؟ تعي هناك انا اضمك هناك. تعي هسه اجيب لك شكل هساك فيلي. يلا بس عيدي نظامك والله اطيرك برا ارجعك مين ما جيتي ارجعك. تعبانه شباب حيل تعبانه والله. بس ما اعرف عندك افراخ عندك بيض. الظاهر صار لها فتره طويله شباب بالماي. خل اجيب لها اكل شباب، اخليه يمها. ما عندي بس دخن، اجيب لها دخن احط لها
وخلي لها هسه ماي همين. هاي عندي مشربية ثانية، خلي لها ماي يمها على ما تعيد الصحة مالتها، واكفها واطلقها. خطية والله شباب. هاتش يلا اكلي اذا جوعانة اكلي والله. يلا قعدي بس قعدي خليني اشوفك. وليش قعدي؟ تعبانة حيل تعبانة شباب. خلي ابقى اراقبها، خليها تحت المراقبة على ما تعيد نظامها ان شاء الله ونطيرها. مساكم الله بالخير لليوم الثاني. ايش سوينا؟ طلعنا الاسباني امس، خليناه داخل بالمحمية وفرغنا هاي الخانة. ليش؟ لان الدجاجة عندنا كاركة، كركناها بهاي الخانة لان ما عنده مكان اكرك بيه، والدجاج اللي كان وياها خليناه بمكان الاسباني على ما اكمل الخانات اللي عندي هذوليك اللي سويناهم انا وفرات. همين عندي 3 خانات، هاي 1 2 3، بس شنو بعدني ما مكملهم واحتاريت وين اوديها، فبقيتها بمكانها وحاولت الدجاج اللي وياها هنا والاسباني خليته بالمحمية حتى يفقس عندنا تفقيس جديد همين ونستفاد من عنده لما اكمل شباب الخانات ذيك البقيه، والنوم بعدين اخذ راحتي. هسه تعالوا شباب خلينا نشوف الفاخته اللي كانت طايحه بالماي، خلينا نشوفها والله شنو وضعيتها. صحت بعتها شنو الفيلم؟ ما موجوده. خلينا نشوف جوا بس تكون صاحيه. والله ما هي شباب، ما هي، يمكن طايرة. خلينا ندور عليها شباب، خلينا ندور لو حسام لاقيها ميتة ونطلعها. واحدة من الاثنين. هسه هي حاليا بالمحمية ماكو، ما موجودة. ما هي شباب، ماكو شباب. خليني اتاكد من حسام وارجع. شباب للاسف طلعت ميتة لان الظاهر شباب مريضة مثل ما قال فرات قال هاي آرام مريضة 100%، لان الفاخت ما يطيح بالماي، فلا جاي ولاقيها ميتة بالمكان اللي خليتها بيه. الحمد لله والشكر شباب. هي بعد هذا يومها مثل ما يقولون، وانا اللي علي سويته طلعتها وخليت على فيمها، فالحمد لله والشكر. بس هي بعد الظاهر تريد تودع الحياة. شباب شنو تقولون؟ هذا الديك الكوشن، اجيب الدجاجة اللي عتفرات الذهبية الصفراء واخليها وياه واخليهم بخانة لوحدهم وننتج من عندهم. اي والله شباب خوش فكرة. راح احاكي فرات اقول له اريد الدجاجة اللي عندك اخليها ويا هذا الديك، حتى شنو ننتج من عندهم، بلكي ينطينا لون حلو، لان هذا ابيض واسود والدجاجة اللي عند فرات صفرة. والله شباب خوش فكرة. راح احاكي فرات واجيبها وياه. مساكم الله بالخير. طبعا مثل ما شفتوا العصر قلت لكم راح اروح للفرات واجيب الكوشن الدجاجة اللي عنده واطبقها ويا هذا الديك. المهم خابرت فرات وقال ماشي وتعال اخذ الدجاجة. فصار الليل هسه المغرب ورحت الفرات، قلت له فرات وين الدجاجة؟ قال آرام ما موجودة. يعني بشرفكم، يعني لحد العصر هي موجودة. يعني ما لو لا ابدا وما شفتها، يعني ما دورت تدوير قوي. وين راحت؟ هي 24 ساعة برا، انت ما مدخلها بخانة مثلا ولابدة او ما ادري شنو، يعني هي 24 ساعة شباب يمنه ويا النعام ويا الدجاج اللي برا. زين انا العصر مخابره وقال اي هذا هو، ليش الديج ظاله لوحده وهي همين ظاله لوحدها هناك. زين هسه اروح له بالليل المغرب يعني قبل لا نجي وندور الدجاجه وما نلقاها. انت فقر، انت فقر، انت تريد ظل عزابي، انت ما تريد مرة. مبين شغلتك مبينه واضحه، لان ماكو هيك يا واحد فقر. يعني شايف لك ايش واحد فقر فرات انت؟ لا والله ماكو هيك. يعني مرتك اللي جبتها وياك اللي طالناها حيدر كرار اذا تتذكرون ماتت. هسه فرات عنده دجاجه صار لها شقد عده، شقد صار لها، يعني راح تقبط بالسنه كامله لوحدها. هسه نروح يعني وما نلقاها. ليش حبيبي؟ انت ظل عزابي بعد ما تصير لك شاره دوم.
شباب قلنا ما عندنا شيء، خلينا نستغل الوقت ونصبغ ما تبقى من الشلال. فهسه هذا اللي وصلنا الى حاليا، مثل ما جاي تشوفون جاي نصبغ هذول باللون الصاجي، وبعدين نرجع عليهم باللون الاخضر. هسه راح تقولون آرام ليش لون اخضر؟ لان هذا شوفوا الكابت الاخضر راح ينزل يصير من ضمن الشلال يعني، فنريد تناسق ويا الكاربت يصير، يعني هذا اللون الاخضر يتناسق ويا الكاربت. هيك راح يصير، يعني الشلال راح يظهر بمظهر كانما هو طالع من بين الكاربت والسياج. هيك راح يصير شغل الشلال. شباب هسه فرات جاي يخبط بالصبغ الاخضر، انا كملت الصبغ الفوق اللي هو الصبغ الصاجي، وفرات راح يحدد بالصبغ الاخضر. شنو هسه جلات؟ ما ادري جيلاتين. ها لو ذاب ذاك القديم، لو هسه عادي. هسه لا هسه والله اي هسه يمكن صار. شباب لان اكو ماده تصير فوق هنا، فرخها صار شلون الجلاتين. هسه ضاف فوقه صبغ يا الله. بس اقول لك مو غامق يمكن. خله احسن. ها احسن. يلا تمام. بس شو سويتي؟ خلي خطك خفيف على مود ينزل يطلع البياض الجوه. شلون هسه شوف من ينشف بوع شلون يصير، شلون يعطي بياض. شباب من بعد ما اضفنا اللون شبي مرقد. لا الاخضر باين. شباب اول ما صبغ فرات الاخضر قلت له فرات هذا حايض مال السيد ملطخ بحنه. اي لا ما يفهم. ما يرحم شباب الاخضر، راح نلغي سالفه الاخضر نهائيا، لان شباب يقول حايط مال السيد وملطخينه حنه. زين انا صاجي صابغ بس كان ما حد مسوي سوايتنا. ها لا ردنا نجرب واحنا اي شباب كتجربه، بس بعدين اتفقنا على فد شيء. هاي المواقع يعني هاي شلون الطوبات هسه اللي صايره بالسياج بعدين راح يتحددن بلون اسود، بس اذا تحددن بلون اسود يطلع احلى يجوز. بعد هم لازم نجرب، بس مو هي الصبغ يعني، بس تحديد بعد ما اعرف يعني، بس تحديد شلون يصير مثلا على شكل جذع، لا جذع مال شجره مثلا وشلون محترق او هيك فد شيء يعني نقشه تصير. شباب نجرب بالاسود الله كريم. شباب هذا العمل اليوم اللي وصلنا له، وهسه الوقت تأخر وصار لازم نروح، ان شاء الله باشر نرجع ونكمل العمل اللي بقى. فشباب اللون الاخضر ما عجبني، حسه نشاز، ما اعرف نحسه نشاز يعني. صبغناه كله لون صاجي، يعني شلون مثلا جذع مال نخله او جذع مال شجره راح يبقى على هذا اللون. انا اشوفه حلو هذا اللون. بالنسبه لذاك اللون شوفوا ما اعرف احسه نشاز شباب، الاخضر ويا الصاجي نشاز. فان شاء الله راح يبقى على هذا اللون، او نضيف له لون ثاني نشوف انه لون يعني مقارب اليه بس يبرز، وهمين نضيفه اليه ان شاء الله. مساكم الله بالخير. طبعا جيت وكملت الصبغ مال الشلال، وجو وياي بسام وصديقنا همين اجوا ويانا، وهسه راح نصفي الموجود بالمحميه. يعني الدبه راح تطلع، هذا همين راح يطلع التراب جاي نطلعه وندفن بيه شو اسمه الخانات اللي سويناها انا وفرات الثلاثه، على مود شنو شباب المحميه تصفى بالكامل بعد ما يبقى عندنا شيء مزعبل هنا بداخل المحميه. بالنسبه للشلال ان شاء الله على وشك ان ينتهي، بس جاي نشتغل بيه على راحتنا لان تعرفون جاي نهدس بيه تهندس، لان عندنا اضافات كلش هواي على هذا الشلال. فان شاء الله هسه نخلص العمل الموجود بالمحميه حتى نرتاح بعد ما عندنا شيء. فلشت الخانه اللي كانت هنا اذا تذكرون عليها اللي كان بيها الافرق اللي هي صبغناها اخضر، وبالنسبه للتراب الزايد همين الولد جاي يطلعون بيه ما بقى، بس هذا عندنا ان شاء الله ونكمل من التراب. بالنسبه شباب للحوض، هذا الحوض انا شنو قلت عندي دبه، هاي الدبه شوفوها قلت انزلها هنا، بعد ليش اخسر طابوق
واخسر عمل زايد اضافي وتاخير. قلت انزل هاي الدبه هنا. وثانيا هاي الدبه احتمال كافي. ليش؟ لان انا هاي الاحواض مال الشلال ما راح تبقى هيك، راح يصير بيها حصو وبعد راح تنصب، يعني راح تعلى بعد هنا، وهذا همين كذلك وهذا همين كذلك. راح شويه الصب بعد نعليه همين، والماي كافي عليه يعني. هسه بالنسبه للدبه هاي كافي. ليش؟ لان هو راح يتداور، وهنا راح يصير حصو، وهنا راح يصير حصو، وبالاضافه هنا مثل ما قلت لكم هم يصير حصو. وبالنسبه للشلال هذا الساقيه هاي راح تاخذ ماي قليل. فانا اشوف شباب هاي الدبه كافي، يعني كلش كافي زايد. اي مثل ما قلت لكم شباب راح نشتغل على هاي الدبه، ننزل هاي الدبه هناك وندفنها وينتهي الموضوع. يبقى عندنا بس تبقى عندنا بس الساقيه وننهي امر الشلال ان شاء الله.